لهذه المباراة. الأمر الذي حدث في الجولة الأولى في مباراة النصر أمام الرائد حدث أيضا الأمر في هذا الملعب على ملعب الملك فهد في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل لمصلحة النصر. على كل الهلال بدأ مشواره بدوري زين في انتصار من أمام هجر تكفل به يوسف العربي حينما سجل هدفين بعدما كان خاسر الهلال شوطه الأول بهدف دون مقابل في مباراة التي لعبت بالحسا أمام هجر، وثم بعد ذلك يوسف العربي تمكن من قلب الطاولة وقلب النتيجة على فريق الشباب حينما سجل هدفين في شوط المباراة الثاني، أحدهما من صناعة الفريدي الذي حل بديلا في شوط المباراة الثاني الذي يبدأ به في هذه المباراة السيد توماس دول مدرب الفريق الهلالي، في حين الشباب جولة الأولى أيضا كانت خارج الرياض بعيدا عن معقلة حينما فاز في مباراة أمام الفيصلي بهدف يقابلها 3 من الجانب الشبابي. كرة اللعب إلى الجهة اليمنى إلى صالح الشباب، التغطية موجودة حاضرة، اللعبة منقولة إلى الجهة اليمين إلى مصلحة إبراهيم يتارا، اللاعب الذي لم يكن على قناعة كاملة به السيد ميشيل برودوم، والأحاديث الصحفية والإعلامية في السعودية تتكلم إلى أنه ميشيل برودوم فكر فيما فكر أن يقصي إبراهيم يتارا من الفريق الشبابي، لكن يتارا حقيقة موجود بهذه المباراة. وضربة حرة مباشرة عند جيباروف اللاعب المميز عند الكرات الثابتة الأوزبكي اللي يلعب كرة ساقطة، حسن عتيبي حصل على الكرة الماضية. إذن مارسيلو كاماتشو أوت، والحضور لجيباروف إلى جانب الشباب، وبالتالي لابد أن نشيد بالصفقة الشبابية وأن نشيد أيضا بالصفقات التي أبرمت في هذا العام من الجانب الشبابي، لعلها الصفقات الأكثر جاذبية في هذا الموسم لأعين الإعلاميين، حينما طبعا تم التوقيع أولا مع مختار فلاتة اللاعب المميز الذي كان أفضل مهاجم سعودي في الثلث الأخير من الموسم الماضي بأهداف المميزة، وكذلك سيرفر جيباروف اللاعب المميز، وأيضا الحديث عن إبراهيم يتارا، الحضور في هذا الموسم لإبراهيم يتارا اللاعب الموهوب اللاعب المهاري اللاعب الفنان، وكذلك الحديث عن صفقات الشباب في هذا الموسم من إيجازو اللاعب الذي جاء من فرنسا بعد مرحلة جيدة إلى جانب بوردو. الكرة اللعب إلى الجهة اليسار لمصلحة الشباب إلى صافرة فيها مخالفة ضربة حرة مباشرة بعد التدخل من أحمد الفريدي مع الكرة الماضية. الصافرة جاءت من حكم المباراة رجل القانون الأول في هذه المواجهة السيد خليل جلال. بعد ذلك الكرة ملعوبة لصالح الشباب إلى منطقة الجزاء إلى تغطية حاضرة والعودة إلى إبراهيم يتارا محاولة المرور، ماجد المرشدي في الرقابة، وأيضا حضور من أحمد الفريدي في مراقبة يتارا. الفريدي يخطف الكرة يبغى يرد على يتارا، 15 أمام 15 و15 الهلال ينجح في المرور، وصافرة مخالفة ضربة حرة مباشرة مع الكرة الماضية أيضا بتدخل كان من عبد الله الوسطى اللاعب الذي حضر من سنوات من نادي الرائد إلى مصلحة نادي الشباب. صافرة مخالفة، إذا كرة ثابتة موجودة على الجهة اليمنى لصالح الهلال. أحمد الفريدي واقع على أرضية الملعب، الهلاليون يخشون أن يتلقى إصابة الفريدي أو أن تجبر هذه الإصابة الفريدي أن يبتعد عن إكمال هذه المباراة، وبالتالي ضربة أولى لتوماس دول وضربة للهلاليين على اعتبار أنهم يعولون على الفريدي كثيرا. الالتراس الهلالي يشجع ويهتف، ولاعب الهلال واقع على أرضية الملعب، وخليل جلال يتحدث مع لاعبين الشباب في هدء الأمر. الفريدي ما زال على أرضية الملعب يعاني من إصابة، سلامات لأحمد الفريدي. إذا بداية جيدة للمباراة في أول 3 دقائق بزمن شوط المباراة الأول، البداية جيدة، البداية مقنعة. الفريق الشبابي هو أول من بادر بهذه المباراة، ولو أنه لم يصل حقيقة إلى مرمى حسن عتيبي، لكنه كان صاحب المبادرة الأولى في هذه المواجهة. الفريدي ما زال يتلقى الإسعافات الأولية. الكاميرا كانت على برودوم مدرب الفريق الشبابي ميشيل برودوم، الرجل الذي يعود إلى مواليد 1959. برودوم بدأ مسيرته في النادي المحلي ببلجيكا، واحدة من أبرز الأندية البلجيكية، واحدة من الأندية الحاضرة بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا، الذي بدأ مسيرته بستاندر لييج البلجيكي وختمها إلى جانب بنفيكا البرتغالي. لعب مع منتخب بلجيكا في 59 مباراة دولية، لكن طيلة مسيرة الرياضية المدافع ميشيل برودوم لم يسجل أي هدف، رغم أنها وصلت إلى المئات، لكنه كدور مدافع لم يسجل ولا هدف
لا مع منتخب بلجيكا ولا مع الأندية التي مثلها سيد ميشيل برودوم. ونتذكر أنه كان أمام المنتخب السعودي مدافعا عن قميص المنتخب البلجيكي حينما انتصر المنتخب السعودي بهدف لاعب الفريق الشبابي الأسطورة سعيد العويران الذي سجل هدفا لا ينسى في مرمى بلجيكا. ميشيل برودوم أيضا أتى تحديث قبل أن يأتي رايكارد للمنتخب السعودي أنه هو المدرب القادم لمصلحة المنتخب السعودي. إيمانا الذي جاء إلى الرياض ليسطر إبداعاته التي سجلها أولا في مباراة هجر. الفريدي مرور وبعد ذلك كرة عرضية وصلت إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى للشباب. الفريدي ثقة كبيرة جدا تتملك هذا اللاعب. شوف المحاولة الماضي من أحمد الفريدي إلى خارج أرض الملعب، ثقة عالية جدا عند أحمد الفريدي تعطيه الأفضلية في وسط الميدان. صلح الكرة الماضية اللي مضت إلى خارج أرض الملعب وطلعت بعد ذلك إلى ضربة مرمى عند وليد عبد الله. وليد عبد الله عند ضربة المرمى لمصلحة فريق الشباب. استعداد لتنفيذ ضربة المرمى. التقدم من إبراهيم يتارا كذلك ناصر الشمراني. الكرة ملعوبة إلى إبراهيم يتارا. التغطية من ماجد المرشدي الذي كان عليه ملامات كبيرة جدا بعد مباراة هجر إلى جانب حسن عتيبي في الكرة التي ولجت شباك الهلال الهدف الأول بشوط المباراة الأول من جانب هجر. المحاولة الآن لصالح الفريق الشبابي ساقطة إلى منطقة الجزاء. المتابعة من عبد الله الزوري يطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب لضربة زاوية إلى ركلة ركنية. ضربة الزاوية في صالح الشباب عند إبراهيم يتارا. يتارا يتحرك لتنفيذ ضربة الزاوية. تقدم أكثر من لاعب شبابي لمنطقة الجزاء. أبرز الأسماء مارسيلو تفارس اللاعب الهلالي السابق اللي يتقدم الآن للركلة الركنية الموجودة في صالح الشباب. محاولة لاستغلال طول القامة من مارسيلو تفاريس. التحرك داخل المنطقة. محاولة خلخلة دفاعات الهلال. إبراهيم يتارا لعب الركلة الركنية. بعد ذلك يتلقى الكرة الثانية ثم عرضية إلى منطقة الجزاء وعطيف في تسديدة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. أحمد عطيف قائد فريق الشباب بتسديدة إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى. أحمد عطيف شقيق عبد عطيف اللاعب الذي تتغنى به كثيرا جماهير الشباب في هذا الموسم. خلاص نهاية العلاقة إلى جانب الفريق الشبابي بعد إشكاليات مع الإدارة. عبد عطيف يغادر أسورة نادي الشباب وهو اللاعب الذي كان مميزا طيلة المواسم الماضية إلى جانب الشباب كذلك إلى جانب المنتخب السعودي. وليد عبد الله مع كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام. وليد يلعب كرة واصلة إلى مارسيلو تفاريز أو إلى أسامة هوساوي. أسامة هوساوي لعب الكرة لوسط الملعب. بعد ذلك المحاولة مستمرة عند مارسيلو تفاريز. مارسيلو تفاريز إلى الجهة اليسار إلى محاولة مقطوعة لصالح الهلال عند أسامة هوساوي. هوساوي يلعب كرة إلى الجهة اليمنى لمحاولة مقطوعة أيضا مرة أخرى في صالح الشباب على الجهة اليسار. التقدم إلى ناصر الشمراني. الشمراني في متابعة من ماجد المرشدي وصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند حسن عتيبي. ضربة المرمى إذا عند حسن عتيبي حارس مرمى الهلال. المباراة فيها جس نبض في الدقائق الثمان الأولى. الفرصة الخطيرة وصلت عند أحمد عطيف لكن عطيف لم يسجل. الهلال حتى الآن بفرصة وحيدة ربما شبه الفرصة لم تكتمل. كرة أحمد الفريدي إلى يوسف العربي لم تكتمل فرصة الهلال من خلالها لأن العربي ما استطاع أن يصل إلى الكرة. الكرة عند إيمانة إلى صافرة. مخالفة ضربة حرة غير مباشرة. ضربة حرة غير مباشرة في وسط الملعب. مارسيلو تفاريز يترك الكرة بوسط الميدان. غادر الشباب في هذا الموسم عبد عطيف مثل ما ذكرت كذلك غادر مارسيلو كاماتشو بالإضافة إلى مساعد ندى نهاية إعارة. إعادة مرة أخرى إلى الكويت مساعد ندى. الكرة لصالح الهلال في وسط الملعب. انطلاقة هلالية ملعوبة إلى إيمانة. إيمانة في محاولة المرور مقطوعة. كرة إيمانة وصلت للشباب. تمريرات في وسط الملعب مقطوعة هلالية. عادت للشباب مرة أخرى إلى الجهة اليمين إلى حسن معاذ. حسن في تمريرة بوسط الملعب. انطلاقة إلى الجهة اليمنى ممتازة لصالح الشباب. الانطلاق الآن من الجهة اليمين عمر الغامدي لكن الكرة طالت على الغامدي إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند حسن عتيبي. عمر الغامدي اللي كان بالانطلاقة الماضية. والجهاز الفني في الهلال يدون ملاحظاته لما يجري بشوط المباراة الأول ولما يجري في الدقائق الأولى من الشوط الأول من المباراة. كرة اللعب طويلة إلى راسية
من يوسف العربي وصلت إلى وليد عبد الله. الشباب صاحب الجرأة، لكنه يعني ليس نهاية المطاف ما قام به الشباب. كرة اللعب إلى الأوت إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية للهلال على الجهة اليمين عند محمد نامي. نامي في كرة ترجع له مرة ثانية على الجهة اليمنى. نامي رجع كرة إلى حسن عتيبي. العتيبي على طول يطلع الكرة لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لصالح الشباب. الرمية الجانبية بالجهة اليسار عند عبد الله الوسطى. الوسطى نفذ الرمية الجانبية بوسط الملعب إلى فرناندو مينيغازو، مواليد 81 مينيغازو الذي بدأ مع يوفنتوس عام 99 في البرازيل، ثم بعد ذلك لعب إلى جانب جريميو، بعدها في إيطاليا ارتدى شعاري سيانا وكاتانيا إلى أن انتقل للعب مع بوردو في فرنسا. ضربة حرة مباشرة للشباب. خليل جلال وجه في حائط الصد الهلالي، لاعب واحد فقط حائط صد من جانب الهلال. الحارثي موجود في حائط الصد، الكرة من يتارا، ثم بعد ذلك إيمانا يبعد كرة إلى الجهة اليسار. يوسف العربي. العربي مع كرة وتمريرة ملعوبة على الجهة اليسار مقطوعة واصلة لصالح الشباب إلى يوسف العربي مجددا. العربي العام الماضي ثاني هداف في الدوري الفرنسي، العام الماضي في الليغ سجل 17 هدف إلى جانب كان، أنقذ كان من الهبوط بعدد الأهداف المسجلة له في الموسم الماضي. برع وتميز بالليغ في الموسم الماضي، ولذلك جاء إلى فريق الهلال وفي بداية مشواره مع الهلال يسجل هدفين. لكن الهلال في هذه المباراة مدربة يستغني عن الأجنبي الرابع اللاعب الآسيوي يو بيونغ سو. قناعة فنية أحمد الفريدي أساسي في هذه المباراة. تبدلت القناعات الفنية بالنسبة لتوماس دول على اعتبار أنه بالمباراة الماضية في لقاء هجر بدأ بيونغ سو، بعد ذلك زج بالفريدي بديلا في شوط المباراة الثاني، والفريدي صنع الهدف الثاني، ثم في هذه المواجهة يستغني عن ورقة يو بيونغ سو ويبدأ بأحمد الفريدي. الكرة اللعب إلى الجهة اليسار للشباب. يتارا محاول مرور مقطوع الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. يتارا يترك الرمية الجانبية بالجهة اليسار عند عبد الله الوسطى. الوسطى ينتظر زميل، التحرك موجود من جيباروف. عبد الله الوسطى مرة ثانية، الوسطى إلى جيباروف. جيباروف في محاولة مرور، كرة مقطوعة لصالح الهلال على الجهة اليمين، مرور ممتاز، ثم الفريدي تمرير إلى إيمانا. إيمانا يعدي، بعد ذلك كرة مقطوعة وصافرة أيضا مخالفة، صافرة مخالفة لصالح الهلال. ضربة حرة مباشرة اللعب إلى إيمانا. إيمانا تمريرة عند أحمد الفريدي. نقلات هلالية، لكن حتى الآن الهلال لم يصل إلى منطقة الجزاء سوى في محاولة واحدة من أحمد الفريدي. محمد الشلوب يحصل على كرة، تمريرة ممتازة. يوسف العربي. العربي يتلقى الكرة في منطقة الجزاء، بعد ذلك يلعب عرضية وصلت سهلة إلى وليد عبد الله. وصلت سهلة إلى وليد عبد الله. كرة يوسف العربي الماضية وصلت إلى وليد عبد الله، ثم عبد الله الوسطى من الجهة اليسار يبدأ بالهجوم بتمريرة منقولة، تدخل بالراس إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية للشباب على الجهة اليسار. الشباب يدخل في هذا الموسم بكامل قوته بالصفقات الجديدة. نجاح في المباراة الأولى، اليوم في الجولة الثانية بعدما نجح الفريقين في مباراتين فيصلي وهجر، اليوم يعني يلتقي الفريقين في مباراة صعبة جدا. يوسف العربي تمريرة ممتازة إلى أحمد الفريدي، مرور أكثر من لاعب، بعد ذلك محمد الشلهوب والتسديدة وصلت إلى وليد عبد الله. تسديدة ممتازة من محمد الشلهوب وصلت إلى وليد عبد الله. عبد الله وليد يلعب كرة مباشرة عند فرناندو مينيغازو. مينيغازو الذي مثل المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا اللاتينية كواحدة من أبرز محطات الكروية، من أبرز مراحل الكروية، حينما لعب إلى جانب المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا اللاتينية 2007، وشارك وساهم في تحقيق البرازيل للمسابقة كوبا أمريكا اللاتينية في فنزويلا،
حينما لعب في مباراة نصف النهائي كذلك في المباراة النهائية. كرة إلى رمية جانبية عند حسن معاذ. حسن معاذ عند الرمية الجانبية. طبعا هدوء في المدرجات على اعتبار أن الجمهور السعودي اعتاد لسنوات طويلة على مكبرات الصوت. الكرة إلى إيمانة، إيمانة تمريرة ممتازة للبيشي ثم لإيمانة. أوه إيمانة أكثر اللاعبين إثارة من بين اللاعبين الأجانب المستجدين بالدوري السعودي. تسديدة إيمانة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى. أكثر اللاعبين عطاء، أكثر اللاعبين جاذبية، أكثر اللاعبين سحر بدون شك إيمانة. أكثر اللاعبين امتاعا للناظر إيمانة. الكلام عن الجولة الأولى، الآن في الجولة الثانية في انطلاقة ممتازة من إيمانة راحت الكرة إلى خارج أرض الملعب، رغم أن السلطان البيشي لم يتعامل مع الكرة بالصورة المطلوبة. مع ذلك إيمانة استطاع ونجح بأن يصل إلى الكرة ويسدد كرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. وعلى كل حال يتارا الآن عند كرة بالجهة اليسار، إبراهيم يتارا عرضية داخل منطقة الجزاء، ماجد المرشدي طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب للأوت. ربع ساعة في الشوط الأول من المباراة، النتيجة بيضاء 0-0، ما في أهداف حتى هذه اللحظة. الرمية الجانبية عند عبد الله الأسطى من اليسار، عبد الله الأسطى ينتظر زميل. التحرك الآن من لاعبين الشباب. المباراة حتى الآن غير مقنعة، لكن نتمناها شيء فشيء أن تصل المباراة إلى ذروتها. الكرة لصالح الهلال، ما طلعت الكرة الماضية، لكن بالأخير خليل جلال شاهد الكرة وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية في صالح الشباب إلى يمين حسن عتيبي. كل ضربات الزاوية الشبابية تقريبا جاءت ليمين حسن عتيبي، وربما يكون الأمر لتركيز مدرب الشباب على الهجوم من الجهة اليمين. ضربة زاوية الآن على كل حال عند إبراهيم يتارا. يتارا يستعد لتنفيذ ضربة الزاوية. يتارا يلعب كرة ساقطة مباشرة إلى حسن عتيبي. العتيبي يلعب كرة في الجهة اليسار إلى عبد الله الزوري. الزوري كرة مقطوعة وصلت لصالح الشباب عند حسن معاذ لخارج أرض الملعب. أيضا رمية جانبية شبابية. الشباب أكثر استحواذ على الكرة حتى الآن في شوط المباراة الأول في الدقائق الملعوبة. كرة من الجانب الشبابي عند حسن معاذ. معاذ انطلاقة، عودة إلى الخلف إلى مارسيلو تافاريز. مارسيلو تافاريز يتقدم، يلعب تمريرة إلى ناصر الشمراني، أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. الحديث كان عن الجمهور السعودي واعتياده وشيء تقليدي بالنسبة إلى مكبرات الصوت والإيقاعات، لكن جاء قرار المنع من الاتحاد السعودي في هذا العام، وعلى ذلك نشهد الهدوء دائما في المدرجات على اعتبار أنه الجمهور حتى هذه اللحظة لم يعتد على الهتاف بدون مكبرات الصوت. الكرة إلى الجهة اليمين لصالح الهلال، محاولة مرور وصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى، راحت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى في صالح الشباب عند وليد عبد الله. وليد عبد الله. طبعا نذكر بالنسبة لمباراة الاتحاد ليلة البارحة، انتصار كان اتحادي، الاتحاد الذي أجلت له مباراة في هذه الجولة، الجولة الثانية، وتقريبا هي المباراة الوحيدة المؤجلة، ومن ظهور جدول الدوري هي المباراة واضح أنها مؤجلة للجولة الثانية. ماجد المرشدي يطلع كرة إلى خارج أرض الملعب. طبعا نبارك لفريق الاتحاد ولجماهيره وللجماهير السعودية الانتصار الاتحاد المميز ليلة البارحة أمام سيول الكوري الجنوبي ب3 أهداف مقابل هدف. الأمر الذي سوف يريح الاتحادين في مباراة الرد في مباراة الإياب. موسم على كل حال مليء بالنسبة لكرة القدم السعودية. المنتخب الأولمبي في مشوار التصفيات لأجل الوصول إلى أولمبياد لندن في 2012. كذلك الاتحاد أمام مشوار دوري أبطال آسيا يشق الطريق بشكل جيد إلى مرحلة نصف النهائي. المنتخب السعودي أمام مشوار في تصفيات كأس العالم 2014 إلى البرازيل. فرناندو منيغازو الآن عنده ضربة حرة مباشرة، أو من الصح سيرفر جيباروف خلف الكرة الثابتة الآن من الجانب الشبابي. جيباروف
جيباروف، انتظار لكرة جيباروف ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء لحسن عتيبي. جيباروف المميز في الكرات الثابتة ومن يعتبر مهندس الوسط في المنتخب الأوزبكي الذي يدافع عن ألوان المنتخب الأوزبكي من عام 2002 دوليا لجانب منتخب أوزبكستان حتى كأس آسيا الماضية التي ارتدى فيها شارة القيادة. لعب لثلاث أندية في مسيرته قبل وصوله للليث، ناف هاور ثم بختكور، بعد سيئول الكوري الجنوبي الفريق الذي هزم الاتحاد ليلة البارحة. هداف الدوري الأوزبكي عام 2008 ب19 هدف، وبنفس العام نال على جائزة الأفضلية بين اللاعبين الآسيويين. الكرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية على الجهة اليمين الآن لصالح الهلال. هدوء في المدرجات وهدوء في ملعب المباراة، وكرة اللعب لصالح الشباب إلى حسن معاذ. معاذ يرجع بالكرة إلى وليد عبد ربه. وليد عبد ربه وتمريرة ملعوبة على طول منقولة إلى سلطان البيشي. سلطان يحصل على كرة، اللاعب الذي يحصل على فرصة جيدة في بداية هذا الموسم إلى جانب حسام الحارثي، اللاعبين اللي حصلوا على فرصة جيدة. الكرة إلى محمد الشلهوب، تمريرة الشلهوب مقطوعة لمرتدة الآن في صالح الشباب إلى السريع ناصر الشمراني، لكن تمريرة الشمراني مضت بعيدة إلى حسن عتيبي، راحت بعيدة إلى حسن عتيبي. كذلك الصافرة جاءت الآن من السيد خليل جلال يعطي مخالفة لصالح ناصر الشمراني. لاحظوا الإعادة بالبطيء للتدخل من البيشي، وثم بعد جاءت الصافرة إلى ضربة حرة مباشرة لصالح الشباب في وسط الملعب. ضربة حرة مباشرة إذا للشباب ملعوبة من فرناندو مينيغازو. مينيغازو يلعب كرة وصلت إلى يتارا، ثم ناصر الشمراني في تمريرة ترجع له مرة ثانية. الشمراني مرور، الشمراني ما زالت مع الكرة والوصول على الجهة اليسار إلى إبراهيم يتارا. إبراهيم يتارا يبحث عن زميل، يعدي يتارا وكرة عرضية. الهدف الأول لناصر الشمراني، افتح الباب، وصل شمراني الشباب يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الأول في صالح الشباب. إذا الزلزال يسجل أول أهداف الشباب في هذه المباراة. لاحظ الكرة مرة ثانية، العرضية واصلة إلى ناصر الشمراني. الهدف الأول لنادي الشمراني سجله اللاعب رقم 25 يستطيع التسجيل ناصر الشمراني مع الدقيقة رقم 21 من شوط المباراة الأول. هدف أول شبابي من ناصر الزلزال يهز في شباك الهلال، والكرة الآن إلى أحمد الفريدي. الفريدي إلى الجهة اليمين لمحمد نامي. الشباب صاحب الأسبقية بالمباراة. إذا في هذه الجولة الاتفاق يتقدم في مباراته أمام نجران بهدف دون مقابل في نفس الدقيقة تقريبا، وثم أيضا الشمراني يسجل في مرمى الهلال بنفس الدقيقة 1-0 لمصلحة الشباب. روعة ما بعدها روعة من ناصر الشمراني في المتابعة للكرات الماضية، ويسجل الهدف الشبابي الأول. وصافر الآن على كل حال مخالفة، ضربة حرة مباشرة موجودة لمصلحة الشباب. برودوم الرجل الذي كان في يوم من الأيام حارسا لمنتخب بلجيكا، ذكرت أنه مدافع، لا هو حارس لمنتخب بلجيكا في كأس العالم 94. الآن كرة لصالح الشباب بوسط الملعب لفريق الشباب عند فرناندو مينيغازو، مقطوعة أحمد الفريدي في تمريرة ممتازة إلى يوسف العربي. أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة إذن على يوسف العربي بالكرة الماضية. العربي كان موجود في مكان التسلل، واضح التسلل على يوسف العربي، وبالتالي قرار سليم يتخذ حكم المباراة خليل جلال إلى جانب مساعدة الثاني السيد فهد العمري. من اليسار تقدم للشباب، يا ترى يحصل على كرة إلى عمر الغامدي. الغامدي يلعب كرة ممتازة إلى ناصر الشمراني، مقطوعة من حسن عتيبي، يقطع الطريق على ناصر الشمراني الذي يسجل هدف أول للشباب، أيضا يهدد مرمى الهلال للمرة الثانية. وليد عبد ربه يحصل على كرة في وسط الملعب، منقول الكرة إلى عطيف، بعد ذلك عطيف يلعب كرة إلى يتارا، مقطوعة قبل وصولها إلى يتارا عند أسامة هوساوي للجهة اليمنى إلى نامي، اللاعب المتطور الذي يتطور مستواه بشكل واضح
محمد رامي في هذا الموسم بعد غياب لسنتين على التوالي بسبب حضور ليونغ بيو المميز على الجهة اليمنى في فريق الهلال، ثم رحيل ليونغ بيو يبرز محمد رامي مرة ثانية ويظهر نامي إلى الواجهة من جديد. رمية جانبية بالجهة اليسار ملعوبة إلى يوسف العربي، المرور من يوسف العربي لم يكتمل والكرة وصلت إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية عند عبد الله الزوري. الزوري نفذ الرمية الجانبية إلى محمد الشلهوب ثم إلى الزوري، الزوري مرر لصالح ناصر الشمراني، الشمراني يتلقى كرة من الزوري ممتازة ثم مرر كرة أميز إلى إبراهيم يتارا، التدخل من أسامة هوساوي يطلع كرة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية إلى ركلة ركنية. واضح الارتباك في الفريق الهلالي، واضح معاناة الهلال أيضا في منطقة الارتكاز. كرة لخارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية. الضغط كبير جدا على دفاع الهلال للخلل الواضح في منطقة الارتكاز. رحيل رادوي وإصابة هرماش البديل وعدم التزام خالد عزيز وضعت ارتكاز الهلال بالحضيض. الكرة الآن إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى لمصلحة الهلال عند حسن عتيبي. الشباب الأفضل في المباراة حتى هذه اللحظة، الأفضل بالمستوى والأفضل بالنتيجة، والكرة إلى خارج أرض الملعب من ناصر الشمراني باللقطة الماضية إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى ملعوبة إلى إيمانا. عبد الله الزوري يلعب كرة إلى يوسف العربي، العربي يخسر الكرة الماضية. الوسطى لليسار إلى فرناندو منيغازو، منيغازو تمريرة ممتازة لناصر الشمراني، الشمراني موجود في مكان التسلل. ضربة حرة غير مباشرة، دفاع الهلال يفرض مصيدة التسلل على ناصر الشمراني للمرة الثانية يقع فيها ناصر الشمراني، لكنه في أحد المرات استطاع أن يتوغل بين دفاعات الهلال وأن يسجل الهدف الوحيد. يوسف العربي يرجع بالكرة إلى الخلف إلى مصلحة عمر الغامدي، انطلاقة من الغامدي وتمريرة إلى الجهة اليمين عن طريق عطيف وتمريرة ممتازة، نقلات ممتازة من لاعبين الشباب انتهت إلى يوسف العربي الذي يضطر للعودة إلى وسط الملعب لأن لاعبين وسط الهلال الثلاثة صناع الألعاب الثلاثة ما غذوا بالكور حتى الآن. العربي في تمريرة غير سليمة وصلت لصالح الشباب إلى وليد عبد الله. وليد أطول لاعب في المباراة يضغط عليه الشلهوب أقصر لاعب بالمباراة، لعب الكرة سريعة إلى محمد نامي في اليمين. سلطان البيشي، أسامة هوساوي، محمد نامي تمريرة على اليمين، راحت الكرة ليوسف العربي ثم التمريرة واصلة بوسط الملعب. التنقلات الهلالية إلى أحمد الفريدي. الآن الهلال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يذهب في الكرة إلى أحمد الفريدي الذي يقع بمخالفة ضربة حرة مباشرة على عمر الغامدي. ضربة حرة مباشرة إذن على الغامدي لمصلحة أحمد الفريدي. إيمانا عند الكرة الثابتة والضربة الحرة المباشرة. إيمانا الذي كلف ميزانية الهلال حسب ما أعلن 4,500,000 يورو حينما جاء من ريال بيتيز، وأحاديث إعلامية أن الهلال دفع في هذا الموسم في سوق الانتقالات قرابة 132 مليون ريال. السوق السعودية أو الأندية السعودية صرفت أكثر من 750 مليون ريال في سوق الانتقالات، فقط منها 132 مليون للهلال. أكثر فريق دفع بسوق الانتقالات. ماجد المرشدي إلى محمد الشلهوب، الشلهوب مرور وبعد ذلك تمرير وكرة إلى إيمانا يحصل فيها على كرة ثابتة صافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة الهلال، ضربة حرة مباشرة للهلال. إيمانا عند تسديد الكرة الثابتة. الشلهوب موجود، الشلهوب سجل من الكرات الثابتة أهداف كثيرة على مرمى الشباب تحديدا، أيضا استطاع أن يسجل في كثير من المرات
من كرات ثابتة، ضربة حرة مباشرة. إيمان محمد الشلهوب خلف مخالفة الهلال الآن اللي تواجه وليد عبد الله الحارس الشبابي. إيمان تقريبا هو من يسدد الكرة الثابتة في حائط الصد لمحمد الشلهوب. الشلهوب كرة ساقطة ممتازة للعربي، أوفسايد ضربة حرة غير مباشرة. أوفسايد ضربة حرة غير مباشرة على يوسف العربي. تمريرة كانت ممتازة إلى العربي. شوف الكرة مرة ثانية ليوسف العربي، لكن العربي كان في مكان الأوفسايد، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة على عربي الهلال اللاعب المغربي الذي كان في مكان الأوفسايد. وليد عبد الله الآن يلعب الكرة إلى مصلحة وليد عبد ربه. وليد عبد ربه في نقلة إلى الأمام، وصلت مرة ثانية لأحمد الفريدي رغم وجود 3 لاعبين صناع ألعاب بالنسبة للهلال، لكن يوسف العربي لا يتلقى ملذ وطاب من الكرات في هجوم الهلال، لا من الفريدي ولا من إيمانة ولا من الشلهوب. الكرة مقطوعة الآن إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. ربما هاجس النقص في منطقة الارتكاز هو من يجعل الثلاثي المميز في صناعة الألعاب لا يستطيع أن يوصل الكرات إلى يوسف العربي، بل ينشغل لسد الثغرة وسد المشاكل الموجودة في منطقة الارتكاز الهلالية. الرمية الجانبية عند حسن معاذ في رمية جانبية ملعوبة إلى ناصر الشمراني، ثم أحمد الفريدي يحصل على كرة ملعوبة في وسط الملعب بالراس. بعد ذلك واصل الكرة من الفريدي إلى إيمان انطلاقة ممتازة على الجهة اليسرى، يحصل على كرة ومحاولة مرور، بعدها الكرة وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة الهلال. إيمانة حاول مرور، حاول انطلاقة، التغطية جاءت مع إيمانة والكرة وصلت إلى خارج أرض الملعب لركلة ركنية. الهلال بدأ يضغط أكثر الآن بعد الهدف الشبابي. الهلال صاحب الريادة في المباراة، هو من يضغط، هو من يبحث عن الهدف، هو من يحاول التعديل الآن. إيمانة يلعب كرة عرضية ساقطة إلى منطقة الجزاء، وإبراهيم يتارى يبعد كرة وصلت على الجانب الأيمن إلى محمد الشلهوب. الشلهوب خسر وفقد الكرة الماضية، ذهبت الكرة لصالح الشباب إلى فرناندو مينيغازو لأحمد عطيف. أحمد عطيف يلعب كرة للجهة اليمين إلى حسن معاذ. حسن معاذ مرور ممتاز، توزيع اللعب، فتح اللعب إلى أقصى اليسار، لكن أحرج فيها عبد الله الوسطى، أخذها إيمانة سلمها لمحمد الشلهوب إلى أحمد الفريدي. كرة سريعة في مصلحة الهلال، الفريدي بانطلاقة إلى يوسف العربي، مرور ممتاز، والعربي بعد ذلك الله هجمة يندم عليها يوسف العربي، ويندم عليها يوسف العربي على عدم اكتمالها الفرصة الماضية، لأن قام بالكثير ولم يبقى إلا القليل، وبالتالي هدف سيدون ليوسف العربي لكنه لم ينجح في تسجيله. تدخل دفاع الشباب أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. واضح أن الهلال منذ أن تقدم الشباب هو الأفضل بالمباراة، والكرة الماضية لخارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية. إيمانة ينفذ ضربة الزاوية لمنطقة الجزاء بالراس. دائما دفاع الشباب الأفضل مع ضربات الزاوية. الكرة اللعب إلى محمد الشلهوب يلعب كرة ساقطة لوليد عبد الله، إلى وليد عبد الله لعب كرة. سلطان البيشي يقطع الكرة الماضية، وصافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة للشباب تحديدا في صالح عمر الغامدي. تلعب الكرة بوسط الملعب الآن لصالح الشباب إلى الخلف إلى وليد عبد الله طويلة، أسامة هوساوي تدخل، وبعد ذلك الحارثي مرر كرة لصالح الشباب. ارتباك من حسام الحارثي، سلم الكرة على إثر الارتباك في الكرة الماضية، سلمها لصالح الشباب إلى لوسطا، ولوسطا يحصل على مخالفة. وصافرات خليل جلال كثيرة بهذه المباراة، لذلك نشهد توقف الكرة للكثير من المرات في وسط الملعب. والآن صافرة مخالفة على الجهة اليسار لمصلحة الفريق الشبابي، المخالفة ملعوبة. إلى وليد عبد ربه القادم الموسم الماضي من النادي الأهلي لمصلحة الشباب. جيباروف إلى الجهة اليسار يوزع كرة لعبد الله الوسطى،
عبد الله الوسطى مرة ثانية في محاولة للمرة الثانية للشباب. أوه، للمرة الثانية الشباب يهدد من الجهة اليسار. الأولى سجل فيها، هذه المحاولة الثانية الوسطى يتوغل يصل لمنطقة الجزاء، وحسن عتيبي تصدى الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب. إذن الوسطى ينجح في النفاذ على الجهة اليسرى من أمام محمد نامي للمرة الثانية بهذه الطريقة بهذا الشكل، وضربة زاوية في صالح الفريق الشبابي عرضية إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى. بصراحة يعني طلب وأمنية من الاتحاد السعودي لكرة القدم نتمنى أن ينفذها في إعادة مكبرات الصوت. يعني الفوفوزيلا لا يوجد أزعج منها على مستوى العالم، لا يوجد مشجع أو جمهور مزعج أكثر من الجمهور الجنوب أفريقي في الفوفوزيلا في كأس القارات أولا ثم في كأس العالم. ومع ذلك الاتحاد الدولي حينما جاء ليمنعها عن كأس العالم أقر فيها كلون شعبي في جنوب أفريقيا. يعني ما ذنبنا أن تكون الإيقاعات هي الألوان الشعبية في المملكة العربية السعودية. لذلك نتمنى أن يعود مكبر الصوت مرة أخرى. أتذكر تجربتي في جنوب أفريقيا كانت قمة الإزعاج الفوفوزيلا، وأهون علينا بكثير مكبرات الصوت والإيقاعات. ولذلك الطلب من الاتحاد السعودي نتمنى أن تعود مرة أخرى الآلات الصوتية من جديد إلى الملاعب السعودية، لأن جمهورنا يطرب عليها، لأننا نطرب عليها، والمشاهد يطرب عليها. بل أنه يعني المشاهدين العرب في الدول العربية يتمتعون بالجمهور السعودي من خلال أهازيج المعروفة ومن خلال طبعا الآلات التقليدية بالنسبة له. وأيضا نتمنى أن لا نشهد هذا الصمت المطبق في المدرجات بالسعودية بسبب غياب الإيقاعات وغياب مكبرات الصوت، لأنه صراحة حتى ولو أن جمهورنا تقليدا لأوروبا جاء بثقافة الألتراس، لكن لا يمكن أن ينفذها على الوجه المطلوب. الألتراس يحتاج إلى ثقافة كاملة أوروبية، لكن جمهورنا له ثقافته. فريقه حينما يخسر يصمد، أيضا التأوه ضد الفريق الخصم، كل هذا غير موجود في أوروبا. لذلك نتمنى أن نعود مرة أخرى لواقعنا، وأن نلبس ثوبنا، والثوب اللي ما هو بثوبك يجي واسعة كمامة عليك. والكرة الآن لصالح الشباب من الجهة اليسرى لمصلحة إبراهيم يتارى، الواقع في مكان تسلل أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. تلعب الكرة إلى ماجد المرشدي، عند حسن عتيبي إلى محمد نامي. محمد نامي يلعب كرة إلى محمد الشلهوب، والشلهوب في محاولة بوسط الملعب، بعد كرة الشلهوب إلى أسامة هوساوي. أحمد الفريدي يتلقى كرة بوسط الملعب، انطلاقة ممتازة الآن لأحمد الفريدي إلى الجهة اليسار عبر عبد الله الزوري. تمريرة أي كلام إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. ضربة مرمى في صالح الشباب لوليد عبد الله. حسن معاذ واقع على أرضية الملعب يعاني من إصابة، لذلك اللعب الآن يتوقف اطمئنانا على سلامة حسن معاذ للمرة الثانية اللي يتوقف فيها اللعب. المرة الأولى لإصابة أحمد الفريدي، والآن المرة الثانية إصابة حسن معاذ الواقع على أرضية الملعب. إذن آخر ما وصلنا من نتائج الاتفاق نجران في مباراة يتقدم فيها الاتفاق بهدف دون مقابل، لكن بقية النتائج حتى الآن لم نتعرف عليها. الدقيقة 40 تمكن الاتفاق أن يسجل الهدف الثاني في مباراة أمام نجران. إذا الاتفاق تمكن من التسجيل الهدف الثاني في مباراة أمام نجران، لكن هنا بالرياض الشباب ما زال بهدف الوحيد عن طريق ناصر الشمراني. حسن معاذ، الفريدي يقطع كرته ممتازة، فريدي تدخل بشكل ممتاز، أخذ كرة في وسط الملعب على طول إلى ماجد المرشدي. المرشدي إلى الجهة اليمين، ملعوب الكرة واصلة إلى محمد نامي.
نامي في انطلاقه لصالح الهلال على الجهه اليمنى، يبحث عن زميل، يجد يوسف العربي. يوسف العربي ياخذ كره بتمريره الى ايمانه، مقطوع الكره قبل وصولها لايمانه، راحت الى مصلحه الشباب على الجهه اليسرى. موسم طويل ينتظر الأندية السعودية، وللعام الثاني على التوالي 14 نادي في الدوري السعودي، الدوري الذي اتضح أنه سوف ينتهي بمشيئة الله في هذا العام في شهر أبريل. مشوار طويل ينتظر الأندية، مباراة في مباراة، النقاط يعني يحرص عليها كل نادي لتحقيق العلامة الكاملة في كل جولة إذا ما أراد التتويج بالذهب في نهاية المطاف والتتويج بدرع الدوري. حسن معاذ واضح أنه لن يتمكن من إكمال ما تبقى من شوط المباراة الأول، لذلك صالح القميزي لاعب البديل الآن المنتظر في شوط المباراة الأول. محمد الشلهوبي يلعب تمريرة وصلت إلى وليد عبد الله. صالح القميزي اللاعب البديل منتظر، لا أعلم إذا كان وشقيق إلى لاعب الرياض السابق بندر القميزي نادي الرياض. طبعا القميزي إلى جانب أسماء كثيرة كانت مميزة في نادي الرياض الذي عجز في الموسم الماضي عن الوصول إلى دوري زين. كرة إلى خارج أرض الملعب، وليد عبد الله يطلع الكرة إلى رمية جانبية. صالح القميزي بديل في شوط المباراة الأول لنادي الشباب رقم 2، آخر 5 دقائق الآن في الشوط الأول من المباراة. بدل من رقم 13 حسن معاذ. كرة للشباب عند دفاع مارسيلو تافاريز. صافرة جات من خليل جلال، ايقاف اللعب وبطاقة صفراء ايضا على ابراهيم ايتارا. واضح انه كان في تدخل من ابراهيم ايتارا مع اسامه هوساوي، على اثر جاءت الصافرة مخالفة من السيد خليل جلال والبطاقة الصفراء لابراهيم ايتارا. ماجد المرشدي يحصل على كرة، ماجد المرشدي ملعوبة في وسط الملعب مرة ثانية إلى المرشدي. تمريرة إلى يوسف العربي، العربي إلى أحمد الفريدي، ثم إلى العربي من جديد. العربي حاول المرور، الكرة ترجع له مرة ثانية بالجهة اليسار، يلعب كرة عرضية إلى إيمانة. إيمانة حصل الكرة، إيمانة اثنين من اللاعبين الشباب ضغط على إيمانة، الشباب حصول على الكرة بشكل ممتاز باللقطة الماضية. دفاع الشباب واضح أنه يعني في تكتيك معمول عليه من جانب السيد برودوم. الكرة اللعب إلى أسامة هوساوي، ثم التمريرة إلى الحارثي. الحارثي طويلة إلى خارج أرض الملعب، وكذلك صافرة جاءت لمصلحة الحارثي من جانب الهلال في وسط الملعب. مخالفة، ضربة حرة مباشرة يأمر بها خليل جلال حكم المباراة. ضربة حرة مباشرة من ماجد المرشدي إلى أسامة هوساوي. الحارثي مرر الكرة على الجهة اليمين، الشلوب حاول الحصول على الكرة مقطوعة، راحت لصالح الشباب إلى ناصر الشمراني. الشمراني عدى، حاول الحصول على الكرة مقطوعة إلى الجهة اليمين. صالح القميزي مرور ممتاز بين الأقدام لعبد الله الزوري، ما زالت الكرة مع القميزي، أيضا حاول التجاوز المرة الثانية. صالح القميزي واضح أن اسم قادم في الجهة اليمين للشباب. الشباب المتميز دائما في الأظهرة، أميز الأندية السعودية في الأظهرة بوجود حسن معاذ، كذلك عبد الله الشهيل، عبد الله الوسطى. أيضا القميزي الآن لمحات ممتازة على الجهة اليمين بالمحاولة الماضية، والكرة فيها صافرة، مخالفة، ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة. مدرب الهلال هل يزج بيونغ سو في شوط المباراة الثاني أو عيسى المحياني لأجل التعديل والعودة مرة ثانية لنتيجة التعادل؟ جيباروف، إبراهيم ايتارا، ثنائي الشباب عند الكرة في الدقيقة الأخيرة لشوط المباراة الأول.
جيباروف يعطي كرة إلى ياتارا، إلى جيباروف، التمريرة من جيباروف على الجهة اليسار ممتازة في مصلحة الشباب، عرضية لمنطقة الجزاء مقطوعة، راحت لصالح الهلال عند يوسف العربي. العربي يحاول الهرب بالجهة اليسار، عليه ضغط يوسف العربي، مرر لكن كرة مقطوعة. يعني العربي رجوعه يفقد الهلال قوته. تمريرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. خلاص الثواني الأخيرة على شوط المباراة الأول. أحمد الفريد يأخذ كرة وتمريرة إلى إيمانا، طالت الكرة الماضية على إيمانا، وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. دقيقة واحدة مقدرة، وقت بدأ ضيع من السيد خليل جلال في شوط المباراة الأول. 45 دقيقة تكتمل الآن ودقيقة واحدة مقدرة، وقت بدأ ضايع عن رمية الجانبية الهلال من عبد الله الزوري. أحمد عطيف يقطع الكرة الماضية إبراهيم ياتارا في مكان التسلل. ماجد المرشدي يلعب الكرة إلى أسامة هوساوي. هوساوي انطلاقة إلى الأمام لصالح الهلال بالرأس مقطوعة. سلطان بيشي يتابع كرة إلى الجهة اليمين مقطوعة أيضا الكرة من أحمد عطيف. راحت الكرة إلى حسن عتيبي، وصول إلى حسن عتيبي، ثم العتيبي يعطي كرة من الجهة اليمين إلى محمد نامي لحسام الحارثي. الحارثي يتقدم يبحث عن زميل، يمرر الكرة إلى أقصى اليسار، لكن التمريرة راحت إلى القميزي الشبابي. القميزي تقدم لأحمد عطيف، عطيف تمريرة واصلة إلى ناصر الشمراني. الشمراني في تسديدة وصلت إلى حسن عتيبي. الشمراني سدد لكنها وصلت إلى حسن عتيبي، ثم كرة بالراس ملعوبة إلى إبراهيم ياتارا. العائد من التسلل، ضربة حرة غير مباشرة على ياتارا. ومعها أيها الأعزاء أيها السادات والسادة جاءت الصافرة من حكم المباراة خليل جلال معلنا فيها عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الشباب على الهلال بهدف سجله ناصر الزلزال. نلتقي وإياكم إن شاء الله في شوط المباراة الثاني. على كل حال نتحول الآن إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل فهد المساعد وضيوف الكرام الخبراء الكرويين. إليك الكلمة زميلي.